السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاذ، زي ما شفت في عنوان الفيديو. النهاردة بيتكلم عن خطتي للثراء في 2026، ومش شرط ثراء مادي، ممكن يكون ثراء اجتماعي أو ثراء في شخصيتي أو ثراء ديني أو ثراء معنوي أو أي ثراء بشكل عام. ثراء ليه أنواع كتير، العموم إننا هنطور من نفسنا وأهم حاجة ماديا في 2026. زي ما قلت قبل كده وهفضل أقول لحد ما القناة فايرال وتتشاف، إن القناة دي كوميونتي بنزل فيها الحاجات اللي تعجبني، أي حاجة تخطر على بالي، سواء تعليم أو بلعب لعبة أو ترفيه أو بتعلم مهارة أو بحكي قصة، حتى بنزل فيها أي حاجة تخطر في بالي، وببدأ معاكم من الصفر لحد النجاح إن شاء الله. فأنت لو حابب تاخد الخطوة معايا ونشجع بعض إن إحنا نوصل للثراء في 2026، فاشترك في القناة. السنة دي أول سنة أحط ليها أهداف، فأنا هحط أهداف بسيطة وإن شاء الله أحققها كلها. فهات ورقة وقلم وتعالى اكتب معايا. أنا هكتب الحاجات اللي أنا عايزها وأنت برضه تكتب الحاجات اللي أنت عايزها. أول حاجة طبعا وهي إن القناة دي توصل 1000 مشترك قبل دخول 2027. تاني هدف هو إن ما نزلش ما لا يقل عن فيديوهين في الأسبوع، هحاول انزل فيديوهات كتير. ثالث هدف هو ان استثمر مبلغ مالي معين في حاجه معينه. انا هعمل ايه؟ في تطبيق اسمه ساندر، ده مش اعلان ولا اي حاجه، انا ما فيش حد يعرفني عشان يقول لي اعمل لي اعلان، بس دي حاجه خطرت على بالي فقلت اجربها. تطبيق اسمه ساندر ده بتشتري منه اسهم في شركات، وهتقول لي انا مش معايا راس مال، فاقول لك انا كمان مش معايا راس مال، بس الموضوع بيبدا من 100 جنيه. فبال 100 جنيه او اي فلوس معايا هحطها في التطبيق ده وابدا اشتري اسهم، يمكن الموضوع ينجح. ولو حابب انزل فيديو عن الموضوع ده بشكل منفصل قول لي في الكومنتات وانا هنزل. ثالث هدف هو ان انا اتعلم مجال البرمجه واتعلم مجال سايبر سيكيورتي واوصل لليفل من مبتدئ لمتوسط في السنه دي. رابع هدف هو عشان احل مشكله تعفن الدماغ، لان من كتر مسكه التليفون مخي عفن، فهو ان انا هجيب كتاب واقراه، كتاب واحد بس طول السنه هقراه. فانا هحاول اجيب كتاب طويل شويه اقراه طول السنه، ولو خلصت وقرات كتاب تاني مفيش مشكله، بس اهم حاجه اخلص كتاب واحد في السنه. انت المفروض تكون بتكتب ورايا على فكره الحاجات اللي انت عايز تعملها زي ما انا ما بكتب كده في نوتة صغيرة أو في أي حاجة عندك. وبرضو أنا بعد ده كله ممكن أكسل. أنا لو كسلت هطلع في فيديو أقول لكم أنا كسلت ليه، ونحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما نوصل إن شاء الله. رابع هدف هو إن أنا أقرب من ربنا من غير دخول في تفاصيل. أنت شوف إيه اللي أنت حاجة بتعملها مخلياك بعيد عن ربنا وحاول تقرب من ربنا. خمسة هو إن أنا أنزل شغل في أجازات الدراسة بس ما يأثرش على الدراسة بتاعتي، لان انا في كليه علوم حاسب فالمجال ده صعب، فانا هحاول اشوف شغل ما ياثرش على الدراسه. هتقول لي هو ايه الشغل اللي ما ياثرش على الدراسه؟ الشغل هو انك ممكن تشتغل بموتوسيكل. هتقول لي طب هجيب موتوسيكل ازاي وانت معاك فلوس؟ اقول لك ما انا هنزل شغل بقى في فترات الاجازه لحد ما اجمع مبلغ الموتوسيكل واجيب موتوسيكل. هي دي الخطه، نمشيها بالتدريج واحده واحده، ولو وقعت نقوم ونحاول تاني. خامس هدف اعتقد او السادس مش عارف، هو ان انا اطور من شخصيتي. اطور من شخصيتي ازاي؟ شوف انت ايه العيوب اللي ما بتحبهاش، إيه العيوب اللي انت مش متقبلها، العيوب اللي بتخليك كل يوم تنام معيط، وحاول تغيرها. حاول مره واثنين وثلاثه، حتى لو ما عرفتش افضل وحاول، ولو ما عرفتش الكتاب ده اللي احنا حاطينه ده جزء من تغيير شخصيتك اصلا، فانت حاول تقرا كتاب في السنه، ده هيغير من شخصيتك، هيزود ادراكك بالعالم اللي حواليك، هيزود طلاقتك في لسانك، وهيأثر معاك جامد. طبعا ده مش من كتاب بس هنبدأ بكتاب، وممكن لو كتاب قوي يعملها عادي. سادس هدف هو ان انا اجيب موتوسيكل بالطريقه اللي انا قلتها من شويه، ان انا انزل شغل اجمع مبلغ واجيب بيه الموتوسيكل واشتغل بالموتوسيكل، فده هدف سادس. سابع هدف هو ان انا اشتغل في شركه تبع المجال اللي انا بتعلمه وبحبه اللي هو البرمجه. زي ما قلت لكم مش هخش 2027 باذن الله غير وانا من مستوى مبتدئ لمتوسط في سايبر سيكيورتي، فهحاول مع دخول 2027 اشتغل بالمستوى ده وان شاء الله مفيش حاجه مستحيله. مش عارف ده الهدف الكام، بس الهدف ده مش شرط احققه، ولكن اخد معرفه سطحيه عنه في السنه دي، وهو ان انا ابدا اعمل لعبه، لان في لعبه في دماغي فكرتها ما اتعملتش قبل كده ولعبه خرافيه، هحاول ابدا اعملها، وهو ان انا هحاول اعمل اساسيات اللعبه وابدا فيها باللغات اللي انا هتعلمها في السايبر سيكيورتي. بس هي دي الاهداف اللي انا هعملها في 2026، هي اهداف بسيطه وان شاء الله تتحقق كلها. انا ما فيش حاجه في دماغي دلوقتي ودماغي دلوقتي مشتته، بس انا قلت اصور الفيديو ده كتشجيع ليا، ولو افتكرت هدف تاني هكتبه لكم في الديسكربشن. وفي نصيحه هقولها خدتها من محمد رمضان، هو ركز على حاجه واحده فقط، حاجه واحده بس انت اللي تركز عليها، خلصها وخش على التانيه. فاحنا مش هنشتت دماغنا بالاهداف دي كلها عايزين نركز على رزق، لا ركز اليوم بيوم وانا عايز اعمل ايه. على سبيل المثال النهارده انا عايز اصور الفيديو، عايز امنتجه، عايز ارفعه، لان انا عندي امتحان بعد بكره، فبكره انا هحاول اقعد اذاكر، وكمان برضو كتشجيع ليا ممكن اصور فيديو وانا بذاكر. بس الشيطان بيلعب في دماغي وبيكسلني ان انا اعمل حاجه زي كده، يقول لي نزل فيديوهات كويسه، فيديوهات الناس تتفرج عليها، فيديوهات الناس تتابعك عشانها، فبصراحه بكسل ولا بصور فيديو ولا بذاكر. بس زي ما قلت هنزل اي حاجه تخطر في بالي فانا هنزل. فزي ما قلت لك امسك هدف هدف حققه وخش على الهدف اللي بعده، وبرضه ممكن انزل خطه مفصله لكل
لي خطة من الخطط ديّة وأنا باعملها إزاي وبدأت منين وبابدأ إزاي، كتشجيع ليّا برضه وكحاجة محتوى أقدّمه يفيد الناس لو حد هيستفاد. فلو حد اتفرّج على الفيديو ده يا ريت تقول لي إيه رأيك في الكومنتات، سواء كنت شخص أعرفه أو ما أعرفوش. دلوقتي الهدف اللي أنا أركّز عليه إن أنا أعدّي الشهر ده على خير من الامتحانات، بعد كده هابقى أفكّر في حاجة تانية، أنا مش هاشغل نفسي بعد كده هاعمل، وبرضه هاحاول أعمل الهدف بتاع فيديوهين في الأسبوع واخلّيه عن الدراسة بحيث إن أنا ما اتعطّلش عن الدراسة وأنا باصوّر فيديو، يعني أعمل حاجة تشجّعني وحاجة في نفس الوقت تفيد اليوتيوب. ممكن أنزّل خطة وأنت بتذاكر إزاي تذاكر لمادة معيّنة في الCS أو أنزّل study with me. فبإذن الله خير، لو في حاجة نسيت هتلاقوها في الdescription، ولو حبيت القناة وحبيت جو القناة ما تنساش تشترك وتقول لي الvibe بتاع القناة عايزه يكون عامل إزاي. فبس ده كان فيديو النهارده، أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.